محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي راكم حبوباتي؟ إن شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا معايا في الفيديو راح ندير معكم اليوم حلوة الشراك المعروفة في الجزائر، حلوة لذيذة وسهلة وبسيطة. راح نقدمها لكم بطرقها الناجحة 100%. راح تجيكم هشيشة ولذيذة ما شاء الله. كما شفتوا معايا هنايا عندي 3 كيلات تاع فرينة، ونفس الكيلة اللي راح نكيل بها هي اللي راح نكيل بها الزيت كما راكم تشوفوا. وهذا سر من اسرار حلوة الشراك، وماهوش راح يجيكم فيها البنة تاع الزيت اطلاقا. هنا راني درت 3 كيلات تاع الفرينة. بالنسبه للكميه الكيلة تاع الزيت انا راح نزيد لها مغرف او مغرف ونص تاع يعني سمن. هكذا وراح تجيكم الحلوة يعني واش راح نحكي لكم، يعني جربوها، انا هذا اللي حنقول لكم جربوها. هنا درت معكم 3 كيلات تاع فرينة. هنا الكيلة تاع الزيت كما قلت لكم راح نزيد معها راح نزيد معها مغرف ونص تاع السمن. واذا كان عندك زبدة تقدري ديري زبدة، بصح من الاحسن يكون سمن وما تكونش ذايبه كما راكم تشوفوا فيها بحرارة يعني بحرارة الغرفة برك، يعني تكون متوسطة برك. قبل ما نزيد الكمية تاع الزيت والسمن راح ندير معكم مغرف تاع لافاني، ونزيد عليها 2 مغارف تاع سكر كلاصي. ضروري يا البنات سكر كلاصي باش تجيكم الحلوى لذيذه ما تجيش صامطه. وراح نزيد معكم مغرف صغيره تاع القهوه خميره الحلوى كما راك تشوف. وهنايا راح نزيد نخلط كامل هذوك المقادير، ونزيد السمن والزيت اللي قلت لكم عليه، ونبسسها حتى يعني يعني تولي لي عجينه. تبعوا الخطوات برك اللي انا نحكي لكم اللي راني نقول لكم عليهم، وراح تشوفوا الحلوى ناجحه، ويعني راح تجيكم هشيشه، وراح تعتمدوها انكم تخدموا حلوى الشراك بهذه الطريقه. ندخل هذاك السمن والزيت كما تشوفوا في الفرينه، يعني حتى نتحصل على عجينه بدون ما نزيد اي شيء، حتى يعني بدون ما نزيد الماء المزهر، حتى يعني نتحصل على عجينه بالزيت والسمن بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ندخل كامل الزيت والسمن. هي حلوى معروفة بالنسبة للجزائريين، حلوى لذيذة، ونعتمدوها دائما في الحفلات والافراح نتاعنا عفوا. نعتمدوها بزاف، نديروها ونحبوها بزاف. انا واحدة من الناس اللي نحبها بزاف. نحبها ديما تكون يعني كاينة وحاضرة في الاعياد وفي المناسبات وفي كل شيء. انا مستمره معكم هنا، ما حبيش نقطع لكم الفيديو حتى يعني تشوفوا كل شيء يعني كل خطوه اللي انا نديرها معكم. انا حسيت البول شويه صغير، حبيت غيرته باش يعني يعني ناخذ راحتي وانا يعني نبسس فيها. كما تشوفوا هنا راهي بدات تتكون لي عجينه، شوفوا هنايا. هنا راهي تكونت العجينه كما راكم تشوفوا. في هذه المرحله نبدا نزيد الماء المزهر. انا ما نحبش نزيد اللي كاين يعني الناس اللي يديروا كيله تاع الماء ويديروا يعني نصها تاع ماء ونصها تاع ماء المزهر. انا ما ننصحكمش انكم ديروا الماء راح يخليها لكم يابسه وما تنجح لكمش وتجيكمش يعني هشيشه كما المطلوب. انا ندير ماء مزهر فقط كما راكم تشوفوا، ونبدا نخلط فيها حتى نتحصل على عجينه بهذا الطريقه. كل مرة نزيد شوية تاع ماء مزهر وحتى نتحصل على العجينة المطلوبة.
أناني نعطيلكم فيه بكل يعني أسرار وبكل يعني أناني مجربته، على هذاك راني نقول لكم باللي راح يخرج لكم ما شاء الله. شوفوا هنا ما نعجنش برك نخلط كما راكم تشوفوا. انا حسيتها مازال خاصة شوية، نزيد لها شوية تاع ماء مزهر ماشي بزاف. ونبدا نلمها بالعقل كما راكم تشوفوا. نعجن فيها في جهة واحدة برك. انا هنايا شوفوا كي تحصلت عليها راهي عجينة ما شاء الله رطية، وفي نفس الوقت يعني هكا متماسكة، ماهيش عجينة يعني متفتة ولا تجيك، يعني راهي تجيك متماسكة ما شاء الله. انا راح نديرها في بلاستيك ونخليها حتى يعني نكمل الحشو نتاع الشراك، ومن بعد نولي لكم كيفاش راح نشكلوها. بالنسبة للكاوكاو انا راح نعطيكم طريقة ثانية ناجحة وراح يجيكم هشيش حتى البنة نتاعو راح تختلف لكم كي ديروه بهذه الطريقة. هنا عندي كما قلت لكم الكيلة، اذا درت 3 كيلة تاع فرينة، الكيلة اللي نفسها اللي نعبر بها الفارنة هي نفسها نعبر بها الكاوكاو نتاعنا. انا هنا رحيته في الخشين. راح نجيب هنايا راح كما تشوفون نحط لها مغرف تاع زبدة ماشي بزاف، ونحط لها شوية تاع سكر، ماشي رطب، سكر عادي، حوالي 2 مغارف تاع السكر. ونزيد لها شوية تاع ماء مزهر، شوية برك ماشي بزاف، ونعاود نطحنهم هنايا حتى نتحصل على واحد العجينة اللي راح تجيكم متماسكة وتقدروا تتحكموا فيها وما تتفتت لكمش. شوفوا هنا ما شاء الله بعد ما يعني طحنتها، شوفوا كيفاش راهي نقدر نشكلها كما نحب. انا راح نشكلها معاكم يعني باش تجيكم العمل يعني سهل وتقدروا تخدموا يعني كمية كبيرة في ظرف قصير، انكم يعني تحضروا هذه الاشياء بهذه الطريقة. انا هنا نحضر كامل الحشو نتاعنا بهذا الشكل كما تشوفوا. وهي كما قلت لكم البنات، الكيلة اللي تكيلوا بها الفرينة نفسها تاع الكاوكاو راح تخرج لكم سوا يعني متى يجيكم سوا الكاوكاو مع الفرينة مع الحبات تاع الشارك. انا هنا راح نشكلهم كامل بهذه الطريقة، ونعاود نوري لكم كيفاش نشكلوا الشراك. وهنا راني شكلتهم كامل، نحطهم بجهة ونجيبوا العجينة تاعنا. راح نوريكم طريقة سهلة ثاني بالنسبة للتشكيل تاع الشراك، يعني وتقدري تخدمي كمية كبيرة في ظرف قصير. كاين اللي يفتحوه يعني يفتحوا العجينة ومن بعد يعاودوا يطبعوها ويخدموا. انا اليوم راح نعطيكم طريقة سهلة كما شفتوا. راح ندير كريات كامل بحجم 30 غرام. عينك هي ميزانك، واذا كان ما تعرفيش تقدري ديري الميزان كما قلت لكم ونعاود لكم. نكمل كامل العجينة بهذا الشكل. انا حبيت اليوم نعطيكم يعني اشياء اللي سهله يعني تقدري تحضريها وما تعبكش في خدمه الحلوى. كاين اللي تحب تكون حابه تخدم وتعجز. انا اليوم حنوري لكم طريقه سهله بدون ما تفتحي وتنشف لك العجينه وتعاودي تطبعي. بهذه الطريقه راح تجيك سهله وتخدمي كميه كبيره في ظرف قصير. انا نحكم هذوك الحبات كما تشوفوا، نخبزهم كامل بيديا كما راكم تشوفوا باش ما يعني العجينه ما تنشفلكش. اذا كنتي تفتحي فيها تفتحي وتطبعي بهذه الطريقه اسهل.
هذه الطريقة سهلة وبسيطة، ديما نعطيكم السهل. نحط الحشو كيما راكم تشوفوا. هنا انا حبيت ندير معكم ربعة برك، بصح تقدري ديري اكثر وتخدمي. نعاود هكا نروري كامل هذوك الحبات كيما راكم تشوفوا هذا الشكل. والعجينه راهي ما شاء الله راني نقدر نتحكم فيها، وراهي كما تشوفوا فيها ملسه وهشيشه وقع وكلش. هنا بالنسبه كي نكون نخدم فيه كيما هكذا نحاول برك الجوانب اللي نرققهم، اما في الوسط ما نجبدش العجينه لبرا، نخليها الداخل، ديما نلظ يديا للداخل باش نتحصل عليها من الفوق هكا. يعني كيما شفتوا حبه الشراك تكون في الوسط تكون هكا خشينه، ومنها تكون رقيقه بهذه الطريقه. وتشوفوا تشكلنا الحبه تاعنا. انا راح نعاود معكم حبه واحده اخرى هكذا، وديما نحاول برك الجوانب اللي نرققهم، اما في الوسط ديما نلوض يديا، ما نخرجش يديا برا باش ما الحبه تجيني في الوسط مقوم فهكا يعني عريضه كما راكم تشوفوا. وهاني شكلت الحبه ثانيه. وبهذه الطريقه اللي احنا يعني درنا هكا، بعد ما تبداي تاكلي فيه ولا تقسمي الحبه راح تلقايه يعني هكا مدرج وما شاء الله. يعني عجينته هشيشه ومدرجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. انا راح نكمل كامل الكميه اللي عندي تاع العجين ونعاود نولي لكم. وهنا كملت كامل كما راكم تشوفوا العجينه، وراني على حبه واحده. شوفوا البنات يعني ما كاش حبه كبيره ولا صغيره كامل. وهنا بعد ما طيبته مام كي طيبته كما راكم تشوفوا ما خسرت لي ولا حتى حبه. راح يجيني على حجم واحد وراح يجيني على شكله كيما انا خدمته، راح يبقى لي الشكل تاعو هو. وهنا عندي شويه تاع ماء زهر كما راكم تشوفوا. هنا رايحين باش يعني نغبروه سكر جلاسي كما راكم تشوفوا. وهنا عندي سكر جلاس بعد ما غربلته، لازم ضروري تغربليه باش تجيك الحبه من فوق هكا ملسه. لازم تغربليه قبل ما تستعمليه. في الماء المزهر راح ندير فيه مغرف تاع سكر جلاسي كما شفتوا، نحللها كما هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد نبدا ندخل الحبه هذيك نحطها في الماء المزهر بيديا ونعاود نرفدها، ما نخليهاش يعني تطول في الماء، يعني بهذه الطريقه برك شوفوا هكذا. وبالنسبه للسكر جلاس لازم يكون يعني بزاف سكر جلاس باش كي نحطوه لازم نرمضوه كامل ما تبانش الحبه ونخليها، ونعاود نخدم حبه واحده اخرى معكم باش يعني يجيني مرة هكا مرمل مليح ويكون يعني شكله مليح. الشراك نعرفوه يعني لازم يكون عنده هكا شكل شباب وفحم، حتى يعني في الترمال يكون يعني يبان هكا مرمل وملس يعني يشهي. هنا نعاود نحي الحبه نورمالمون لو كان يعني عندي هكا اناء كبير ما نحيش حتى تنشف شويه. بصح انا راني باش يعني نقول لكم الفكره وما نطولش عليكم، راني نخدم معكم بهذه الطريقه. هنا في هذه المرحله الاولى نبدا يعني كل ما نشوف يعني ما كانش يعني البلاصه اللي فيه السكر نلظ بيديا بهذه الطريقه بلا ما نفضها، نحطها كما هكذا تنشف لي. ومن بعد نعاود نزيد نكملو تزيينها. انا نكمل كامل الكميه ونعاود نولي لكم. هنا بعد ما كملت الكميه المرحله الاولى اللي راكم تشوفوا فيها بعد ما يعني رملته في السكر، نعاود نزيد له يعني نغربل له السكر من الفوق هكذا باش باي بلاصه تكون مازال ما يعني ما لحقهاش السكر يعاود يلحق يغطيها السكر. انا بقات لي حباني حبيت نكملها معكم.
من هذه الطريقة ديما نلض بيديا. في هذه المرحلة اللي نديرها لازم نخليه ينشف شوية، يعني على الأقل على الأقل يكون هكا ساعة ينشف. بصح أنا راني كيما قلت لكم أني نخدم معكم باش ما نطولش عليكم. خليته حوالي 10 دقائق برك نشف لي وراني حنكمل معكم التزيين. هنا بعد ما كملته نعاود نجيب ثاني سكر كلاص واحد اخر ونعاود نكون مغربلاته وما يكونش يعني يكون املس، ورايحه نكمل به التزيين للاخير. هنا راح نجيب الحبة، يعني وهنايا شوفوا يعني حنعطيكم يعني السر باش تجيكم الحبة هكا ملسة من الفوق. بعد ما ديريها في السكر كما راكم تشوفوا بالكف تاع اليد، يعني لازم يكون الكف تاعك هذا اللي راني نحط عليه يدي هو اللي ترطبي به الحبة من الفوق بهذه الطريقة. انني نعطيكم الحلوى كلها يعني بمقاديرها مضبوطة، وفي نفس الوقت نعطيكم كامل الطرق اللي يعني تخدمي بها الحلوى بدون ما نبخل عليكم، كما عودتكم باللي اي حاجة نعرفها مانيش راح نبخلكم، راح نقولكم عليها. شوفوا هنا لازم نمسحه كامل وفي نفس الوقت نخلوها تكون الحبة من فوق ملسة. انا راح نخدم معكم حبة واحدة اخرى ثاني باش تشوفوا ديما بيدي هكا بالكف نتاع يديا اللي نخدم باش تجيني الحبة ملسة بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله راهي ملسة وراهي تشهي، رغم اني انا راني هنا السرع يعني خدمتها ما خليتلهاش ما عطيتهاش وقت تنشف لي باش يعني نخدمها معكم، ولكن يعني رغم ذلك جات ما شاء الله. شوفوا كيفاش تمسحوا بالكف نتاعكم ماشي بصبعتكم بالكف. هاي شوف هكذا تحطي الحبة ما بين يدك هكذا وتمسحها. شوفوا ما شاء الله ماشي تشهي البنات. انا راح نكمل كامل الحلوى اللي عندي ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. وانا بعد ما كملتها رايحه نزيد نحط لها السكر من الفوق نغربلها. بعد ما يعني كي تجي راح تحطيها لازم تديري هذه المرحله وتخليها تنشف، ضروري ضروري تخليها تنشف بهذه الطريقه. وهنايا بعد ما يعني نحطوها في الكيسات شوفي ما شاء الله راهي تشهي ويجيكم شكلها روعة. وشوفوا بالنسبة للحجم شوفوا يعني كل شيء راهو يعني وش نحكي لكم، يعني عينيكم هي ميزانكم، راكم تشوفوا وانتم اعطوني رايكم في التعاليق. وهنا بعد ما كملتها كامل شوفوا ما شاء الله كيفاش خرجت. ما بغى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، ما تنسونيش بالاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس، ونقول لكم شهيتكم في الجنة وان شاء الله دائما ربي يدوم عليكم الافراح يا ربي. وايامكم كلها سعيدة، نحبكم في الله. باي باي.